دخلنا إذن على الخط أبونا. أنا جدا سعيد بوجودك في قناتي للمرة الثانية لنتكلم عن مفهوم القانون في الغرب والإسلام. تكلمنا الحلقة السابقة عن مفهوم الديني للقانون، مفهوم الدكتاتوري، المفهوم الديمقراطي. والآن سنرى انعكاسات ذلك على مواد حقوق الإنسان. ما هو انعكاسات النظرة هاي على حقوق الإنسان؟ بطبيعة الحال إذا أنت تأخذ بالنظام الدكتاتوري، هو الدكتاتور يعمل على راسه يعمل على راسه، هو اللي يقرر إيه لك حقوق إيه ما لك حقوق. لكن ممكن يكون ابن حلال، ممكن يكون الدكتاتور ابن حلال ويعني يراعي بعض الأوقات يعني مبادئ أساسية. لكن المفهوم العالمي لحقوق الإنسان اللي احنا عايشين فيه حاليا يعني للأسف لا يطبق كثيرا حتى ولا في الدول الغربية، إنه هذا مبني على وثيقة حقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى. ويلاحظ في هذه الوثائق شيئين مهمين. الشيء الأول إنه لا ذكر لله فيها، لا يوجد أي وثيقة دولية ذكر فيها اسم الله. وحتى لما جو يعملوا وثيقة حقوق الإنسان، جاء ناس اقترحوا إنهم يدخلوا إنه مخلوق على صورة الله يجب أن يتعامل الناس بالمساواة ومثل هيك. ناس اعترضوا، الصين قالوا لهم أنت تتكلموا عن أي الله، احنا ما بنعرفه هذا، احنا ما نعرفه، فأنت تدخلوا لنا شخص في الموضوع احنا ما بندري بمين هو، كيف تفرضوا علينا موقفكم؟ ودار عليه نقاش طويل هاي النقطة، ندخل الله في الموضوع ولا لا. جاك ماريتال الفيلسوف الكاثوليكي اللي كان يمثل يعني أظن فرنسا وقتها، وتعرفوا اللاهوت الكبير جاك ماريتال، دخل قال لهم بصراحة احنا هنا لازم ناخذ ونعمل وثيقة تتفق مع الجميع وليس لكي ندخل في متاهات لاهوتية. صح. فاتركوا الله على جنب. منطقي طبعا، لأنه صح، بما أنها هي للكل الأمم المتحدة لكل الناس. أيوة. فيجب أن يراعى طبعا، يأخذ الشيء المينيموم اللي مشترك، يعني أيوة اللي يجمع القاسم المشترك، يعني الأصغر نسميه بالهندسة القاسم المشترك الأصغر. صحيح. يكون الجميع. صحيح. فعلى كل مادة يعني أنا درست الأعمال التحضيرية لوثائق حقوق الإنسان، وثيقة هاي الخاصة وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى كل نقطة دار عليه حوار لا ينتهي. كيف لو أنت أدخلت الله فيه مش هتخلص. يعني كان في نقاط حساسة جدا، مثلا موضوع الحق في الحياة. صح. هل حندخل فيه في موضوع الإجهاض أم لا؟ مواضيع أخرى. والحرية الدينية، أنت تعرف الحرية الدينية لم يعترف بها إلا مؤخرا في العالم. صحيح. سابقا حتى ولا الكنيسة الكاثوليكية كانت تعترف بالحرية الدينية. لا ما كانت تعترف بذلك. لا كانت تستند على أنه هو الحقيقة عندنا هي، فلازم كل الناس يتبعون الحقيقة هذه. كل واحد كان يعتبر الشيء اللي عنده هي الحقيقة المطلقة. عفارم عليك أبونا. هذه هي يعني النقطة. وحتى لما جو يدخلوا وثيقة حقوق الإنسان، الحرية الدينية صارت ثائرة الدول الإسلامية. أيوة. يعني ما تتصور الجدل اللي عليها، قالوا لا ما تصيرش، هذا مخالف لشريعتنا. هذا مخالف لشريعتنا، لأنه عندنا ما يقدر واحد عنده حرية يترك الدين. كيف هذا؟
الحاصل. النقطة الثانية المهمة جدا وثائق حقوق الإنسان أنها يستقر بمبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الدين أو الجنس. هدول النقطتين الأساسيتين في وثائق حقوق الإنسان، إنه أولا الله خليه على جنب، يعني أزيل من النصوص حتى لا يكون هناك مشاكل. والنقطة الأساسية الثانية هي مبدأ المساواة. فبدأت وثيقة حقوق الإنسان بمبدأ المساواة، لا ضرورة لذكرها، أو ربما نقرأ جزء منها. وثيقة حقوق الإنسان شو تقول المادة الأولى حتى نكون على نور؟ الشعوب في تقرير مصيرها. لا أبونا، مش هاي. وثيقة حقوق الإنسان، أيوة. وثيقة حقوق الإنسان شو تقول لك؟ وثيقة حقوق الإنسان. نقطة مهمة كمان ربما هنا، أن قرار حقوق الإنسان هو قرار من الناس، يعني هي صادرة عن الأمم المتحدة، مو صادرة عن هيئة دينية. صح. هي اتفاق بين الناس، أيوة. عن إرادة البشر بقصد تأمين العيش بسلام. يعني هذا كان الهدف في الأمور المدنية، يعني مدني، ما هي دينية، مدنية. تمام. فبدي باجي نقرأ لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. فهمت علي؟ يعني هم كيف نتفادى حروب، كيف نتفادى إنه والله الإنسان يقول أنا مظلوم عايز أثور. فالمادة الأولى تقول يولد جميع الناس أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. والمادة الثانية تقول لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون ما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماع إلى آخره. فهمت علي؟ يعني وضعوا مبدأ المساواة على رأس القائمة، كرامة الإنسان طبيعة الحال، والمساواة حقوق متساوية بين الجميع. جميل، كرامة الإنسان. نعم. هذه وثيقة حقوق الإنسان. الغريب في الأمر إنه وثيقة حقوق الإنسان حذفوا منها مادة الحق في سلامة الجسد. هي كم مادة كانت؟ ليش؟ نعم، كم مادة؟ أعطيك المادة هنا. المادة هنا أبونا 30 مادة. 30. نعم. هناك الحق في الحياة، هناك الحق في الحياة، لكن ما فيش مادة الحق في سلامة الجسد. وحذفت ليش؟ الختان. أيوة، وجه الختان. واللي حذف المادة هو كان المشرف الرئيسي على كتابة هذا الوثيقة، وهو ريني كاسا، وهو كان يهودي. فحذف المادة. وهذا هو نقص
في هذه الوثيقة. يعني هم خافوا انه ان وضعت الحق في سلامة الجسد، حق الجسد، انه قد يلجأ لها ناس يقولوا وقف الختان. فهنا أقول إنه وثيقة حقوق الإنسان مخالفة لحقوق الإنسان. ليه؟ لأنه تقول المساواة على أساس الدين. طب أنت إزاي تقعد تفرق بين الناس؟ لا، إذا هذا يهودي ممكن تقطعه، هذا كان طفل يهودي حق لك تقطعه. لا، ما تصير هيك. طيب الحاصل يعني لا، وحتى الحق في سلامة الجسد لم تذكر في وثيقة حقوق الطفل، ولم تذكر في الوثيقة الأوروبية في حقوق الإنسان، لم تذكر. عجيب. إيه، الخوف من اليهود أدى إلى عواقب خطيرة جدا. يعني أنا أذكر، إحنا نتكلم مشان نبين إنه نواقص كمان هاي النصوص. الدستور السويسري فيه الحق في سلامة الجسد والحق في الحياة. وأنت كما قلت لك أنا ترجمت الدستور إلى اللغة العربية للحكومة الفيدرالية. واللي الكاتب الرئيسي لهذه الوثيقة الدستور السويسري ودخل حيز التنفيذ عام 2000. قلت له هل ممكن نركن على المادة الدستورية اللي تقول حق في سلامة الجسد لكي نناهض ختان الإناث؟ ختان الإناث قل بطبيعة الحال. فلما قلت له حلو، طيب هل ممكن احنا نلجأ للمادة هاي لمكافحة ختان الذكور؟ اطلع بي بغضب. تعرف شو جاوبني؟ انت بتدور مشاكل مع اليهود. عجيب. فتصور يعني مثل ما بقول لك انه هاي حقوق الانسان وثيقة منتقصة. وانا اللي لفت، انت تعرف اسأل اي طالب جامعي واستاذ جامعي غربي هل هناك الحق في سلامة الجسد؟ حيقول لك اكيد. صح. لانه هذا يعني بديهي. منطقي. لانه كل قوانين العقوبات في كل دول العالم موجود الحق في سلامة الجسد. صح. فكلهم بأي مادة يقعد يفرق رأسه. وهذا الأمر لم يشار علينا أبدا في دراسة القانون. بس تعرف أستاذ سامي، أنا أتعجب أنه كيف الناس الأكاديميين اللي كانوا أو المثقفين كانوا الذين اشتركوا في سن هذه الوثيقة، سواء كانوا يهود أو غير يهود، كيف يمكن أنه نحن اللي الفكرة اللي عندنا أنه اليهود اليوم خاصة الأوروبيين والغربيين لا يلتزمون بشريعة موسى، فكيف أنه هم قالوا فضلوا أبونا الختان في إسرائيل ده شريعة شريعة مدنية يعني هي لأنه ديانة الدولة هو اليهودية. غريب. بس نحن غير فكرة انه هي مدنية مو دينية. لا هذه دولة ليست مدنية، هي دولة عجيب. دينية. نحن هيك كان يعني عرفوا علمونا انه دولة مدنية لا بالعكس، هي دولة دينية حتى النخاع. غريب. هي دولة دينية حتى النخاع. صحيح هي الختان متروك للحرية الفردية، ما تجيش الدولة تأخذ أولادك وتختنهم غصب عنهم، هذا صحيح بهذه النقطة. في نقاط أخرى دينية خطيرة جدا ممكن تسمح بالختان. لا مو فقط تسمح، يعني إلها عواقب إذا ما تختن. أيوة. غريب. إلها عواقب يعني. وين الحرية الشخصية؟ وين كلام فارغ.
كلام فارغ عن حرية مستغرب أنا مثل ما حتى هذا تلاحقهم، مثل ما أنا قلت لك في المثال السابق في الحلقة السابقة، إنه المقابر بيد رجال الدين، هم اللي يقرروا مين يدفن في المقبرة مين ما اللي يدفن. فإذا واحد غير مختون بيختنوه بعد الموت. ايه قلت لي هذيك المرة. نعم. اي خطير جدا يعني. وحتى لن ندخل في التفاصيل. الحاصل انه هذه مشكلة وثيقة حقوق الإنسان، أنها متحيزة. طيب احنا الآن ندخل في المفهوم الديكتاتوري والديني لحقوق الإنسان. كيف يفعل الديكتاتورية؟ قلت لك إنه الديكتاتور والله بيعمل على راسه، لكن ممكن يكون الديكتاتور أحسن من غيره. يعني يكون ديكتاتور متنور. أيوة. ممكن يعني يكون شخصيا هو. أيوة. بس هو اللي الديكتاتور هو ديكتاري، يعني هو اللي بيملي القوانين وينفذهم. أيوة. انت تعرف انا علمت في صقلية الشريعة، فكلهم قلت لهم اكثر بلاد العالم ديمقراطية هم الصقليين. قالوا لي ليش؟ قلت لهم لانه اولا انتم لا تامنوا بالقانون، فبتعملوا القانون على راسكم. صح، هناك هيك. وما بتآمنوا بالقاضي، فبتحكموا على راسكم. وما بتآمنوا بالبوليس، فبتنفذوا على راسكم. طلعت أناركية، ما ديمقراطية، أناركية. هم صار يضحكوا، قالوا احنا مو عايزينها هاي الديمقراطية. قلت لهم هذا قراركم. لا واقعكم، هذا الواقع. هذا واقع. ايوه. انا استغربت اول مره رحت على صقلية يا رجل في باليرمو، شفت جندي بالشارع وحامل السلاح بيسأل صديق اللي قلت له بيعمل ايه هذا، انتم مو بحاله حرب؟ لا. قال لي لا احنا بحاله حرب. صح، المافيا هناك مشكلة، المافيا. نعم. حاصل. أنا على هذه أتذكر حادثة، كنت مع صديقي قاس في فرنسا. بالسيارة كان نمشي، هذه شاف سيارة عسكرية، كنا خارج طبعا المدينة، سيارة عسكرية واحدة مرت هيك يعني هز راسه، وبعدين جتي واحدة أخرى قال شو صرنا بلد عسكري، صرنا نظام عسكري. هذا شو كانت تعمل السيارات هذه بالشوارع المدنية؟ لازم مكانها فقط معسكرات بالمعسكر. شوف، وانا تعجبت، قلت له كان ايش تقول لنا؟ نحن كان الجندي بالمدرعه والدبابه يروح يشتري يتسوق. صدقني، المدرعه يروح على السوق يتسوق بطريقه ويروح المعسكر بالمدرعه. أيوة. هلا احنا فهمنا ما هو موضوع حقوق الانسان العالميه. انا في الواقع لفت انتباهي الماده هاي، وعدم وجود مادة حقوق الإنسان ومادة الحق في سلامة الجسد، إني اشتركت في مؤتمر في نيويورك. لا واشنطن، بواشنطن، عن الختان. ورحنا راحوا يعملوا مظاهرة أمام التلفزيون. عملوا مظاهرة أمام التلفزيون، ووقفوا هناك، وواحد أخذ وثيقة حقوق الإنسان وحرقها بالشارع العام أمام الجميع. جاب صحن هيك طشط، وجاب وثيقة حقوق الإنسان وشهادة الميلاد تاعته، جاب الاثنين وحرقهم بوسط الشارع. قلت له أنت مخبل ولا شو؟ أنت مخبل؟ أنت شو تحرق وثيقة حقوق الإنسان؟ قال لي لأن وثيقة حقوق الإنسان ما فيها مادة الحق في سلامة الجسد، فهي ما حمتنيش. هو كان مختون. أيوة. قلت له طيب وشهادة الميلاد مالها؟ قال لأنه على شهادة الميلاد مكتوب اسم الطبيب اللي ختني. واو، أمريكا، الولايات المتحدة.
لأنه 60% من الأمريكان مختونين. غريب، حتى المسيحيين. معلوم سيطرة التيار الديني عليهم، ولا شو تفكر الحاصلة. فلفت انتباه هذا الأمر، بحثت في الموضوع، وبعدين سألت يعني رفاقي في القانون وسادة القانون، هل موجود مادة في حقوق الإنسان حق في سلامة الجسد؟ ما حد منهم عرف إنه مش موجودة، واستغرب. وحتى واحد كتب كتاب عن وثيقة حقوق الإنسان، وهدول رسالة دكتوراه، بعثت له رسالة أسأله لماذا الحق في سلامة الجسد غير مذكورة في هذا. غضب علي، رد علي بغضب. عجيب. لأنه عرف الموضوع، يعني أنا قاعد ما بحبش. بس أنا وجدت إنه كان في المشروع البدائي كان موجود. تم إلغاؤه بعد تعيين ريني كاسان كمشرف على الوثيقة. يعني بعد هو ما أعلنت ولا قبل ما تعلن؟ هو كان له أعمال تحضيرية. في الأعمال يعني الوثائق الأولية كان موجود حق في سلامة الجسد. أيوة. تم إلغائها لاحقا. أيوة. وأنا ذكرت ذلك يعني في كتابي، والناس استغربوا إنه كيف أنا وجدت هذا الأمر. قلت له أنتوا ليش ما بتعلموا هذا لينا؟ عمركم ما علمتونا هاي النقطة. صح. كان حقكم تعلمونا. لا، ما يسترجوا يحكوها ويجهلوا أصلا. هم يجهلوا. الحاصل الآن نيجي على وثيقة حقوق الإنسان عند المسلمين. تعرف إنه المسلمين قالوا، إما الأوروبيين قالوا إحنا عندنا وثيقة حقوق إنسان، مش هيك الأوروبيين؟ والأمم المتحدة عندهم وثيقة حقوق الإنسان، وحتى وثيقة حقوق الإنسان أفريقية. فهم قالوا المسلمين ليش إحنا ما نعمل وثيقة حقوق الإنسان إحنا كمان، نبينهم إحنا كمان نحترم حقوق الإنسان. على راسه لا نعملوا. فأصدروا عدة وثائق حقوق إنسان دول إسلامية، وأنا ترجمتها كلها. واحدة منهم عنوانها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام. الإعلان العالمي في الإسلام. أيوة، في الإسلام. وعلشان يعلنوا عنها، شوف النكتة، راحوا أخذوا أكبر قاعة في اليونسكو في باريس، وجمعوا الناس كثار مشان نقول لهم والله احنا عندنا كمان وثيقة حقوق إنسان، اتفرجوا شوفوا. ترجموها للفرنسي وللإنجليزي والعربي وفرقوا للجميع. منيح. وعملوا مؤتمر طويل عريض مشان يفتخروا انه والله احنا المسلمين عندنا حقوق الإنسان. المشكلة فين؟ انه بعد ما خلص الاجتماع قال له بالله عليك تفهمني شو موجود بالنص العربي، وهذاك كله شوفي بالنص الفرنسي، شو النص بالإنجليزي. طلع 3 نصوص مختلفة عن بعضها. أوي تزوير. فضيحة بجلاجل. طبعا تزوير، خداع يعني. ايه، للعرب وزعوا وثيقة بالعربي، وللغربيين وثيقة بتقول غير شيء. غريب. فأنا في كتابي أعطيت ترجمة حرفية، وأعطيت الترجمة اللي هم عملوها، وفرجيت الاختلاف بينهم. الاختلاف فظيع. مو وقتها يعني، بس انت مو وقتها أنا نتكلم عن الموضوع، بس أوضح لك يعني لحد وين وصل الخداع. يعني ايش كان اهم شيء، اهم نقطة بها؟ هو مشكلة الحرية الدينية، ومشكلة الزواج، ومثل هيك. بس يعني ممكن أنا عندي النصوص هون، يعني نشرتهم، قلت لك نشرت في كتاب كامل عن الموضوع. الحاصل هلا في وثيقة حقوق الإنسان، أنا قلت لك الديباجة في وثيقة حقوق الإنسان العالمية شو تقول؟ يعني هو الشعب اللي قرر. في ديباجة كمان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام. شو يقول؟ اسمع كويس شو يقول. وهنا شوف الفرق. تقول نحن معشر المسلمين
على اختلاف شعوبنا وأقطارنا، انطلاقا من عبوديتنا لله الواحد القهار. يعني الله بحطوه مع كل الشربات. هاي بدايتها. يعني نحن معشر المسلمين على اختلاف شعوبنا وأقطارنا، انطلاقا من عبوديتنا لله الواحد القهار، ومن إيماننا بأنه ولي الأمر كله في الدنيا والآخرة، وأن مردنا جميعا إليه، وأنه وحده الذي يملك هداية الإنسان. يعني مو الإنسان اللي يقدر يكرر القانون، هو الله. أيوة. ومن تصديقنا أيوة بوحدة الدين الحق الذي جاءت به رسل ربنا، ووضع كل منهم لبنى في صرحه حتى أكمله الله تعالى برسالته محمد صلى الله عليه وسلم. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا اللبنة الأخيرة وأنا خاتم النبيين. طيب وأنا هاي طلعت خطبة الجمعة هذه. وراحت علي أنا، خرب بيتي. وهو أنا نبي، إزاي أنت تعمل هو العاصلة؟ مو مشكلة، يعني هاي ضربة على الراس بالنسبة إلي، يعني هو نسف نبوتي، مو مشكلة. الحاصل يقول لك إنه أنت نبي متسامح. معلش لا شو السامح؟ لا امتى تتسامح؟ لا انت على المصطبة، انت من اهل البيت، قد على المصطبة ما ينفع هيك. يا بوسط الجمع يا بلاش. طيب نكمل. أيوة. نكمل. ومن تسليمنا بعجز العقل البشري من وضع المنهاج الأقوم للحياة مستقلا عن هداية الله ووحيه. يعني الإنسان غير قادر أن يضع القوانين. هي هاي النقطة المهمة. أيوة، المشرع هو الله. وبيقول: انطلاقا من هذا كله نعلن نحن معشر المسلمين حملة لواء الدعوة إلى الله في مستهل القرن ال15 الهجري هذا البيان باسم الإسلام عن حقوق الإنسان، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهي بهذا الوضع حقوق أبدية لا تقبل حذفا ولا تعديلا ولا نسخا ولا تعطيلا. فهم علي؟ طيب، هل أول نقطة نأخذ على هذا إنه أولا بعتبر إنه الإنسان ما يقدرش يعمل القانون، المشرع هو الله طبعا، بينما وثيقة حقوق الإنسان هو الشعب اللي بيقرر. نعم. مع عيوبه، وضحت العيوب، يعني إنه إزاي. وضحت الأمر، يعني ما كنت متحيز للغرب في كلامي، بينت إنه هناك مشاكل. والنقطة الثانية إنه وثيقة حقوق الإنسان هذه لا تقر بالمساواة أمام القانون. بقى شو حقوق إنسان هذه؟ لا تقر بالمساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الدين أو الجنس. كان لازم يسموه حقوق الله، وثيقة حقوق الله على الأرض. ما تمام لي أنا وأكثر كتقول يعني هيك كيبين. وهذا المفهوم، يعني التمييز بين الناس على أساس الدين والجنس، تسير عليه كل من النظم العربية والإسلامية الحالية والتيارات الإسلامية المعارضة لهذه النظم، ونجد تأثير هذا المفهوم في مجالات عدة نذكر منها. يعني نشوف أثر هذا المشكلة، نشوف أثر هذه المشكلة عندما أنت بتعمل نظام مبني على الدين، بالضرورة إنه هذا الدين بيميز بين المؤمن وغير المؤمن، هذا أقله. ووضعوا المادة الدستورية تقول الإسلام دين الدولة. طب أخي، وأنا مش من الدولة ولا إيه؟ أنت دولة مش إلي كمان؟ وأنت شو شغلتك؟ أستاذ سامي تسمح لي، طبعا مو كل دين هيك،
يعني الدين المسيحي ما يميز بين إنسان مؤمن أو غير مؤمن. يسوع المسيح نفسه قال كونوا مثل أباكم السماوي الذي يمطر على الصالحين والأشرار ويشرق شمسه على المؤمنين والكافرين وغير المؤمنين. فما في فرق في هالأمور هذه. الفرق هو أبونا أنا يعني مبدئي عدم الانحياز، مبدئي عدم الانحياز. أوكي إيه بس كل الأديان يعني. لا أبونا بدي أوضح لك نقطة. أنا بينت لك وثيقة حقوق الإنسان مش سليمة. أيوة بينت لك نقطة صح. من جهة ثانية مثلا في إنجلترا مش ممكن تكون الملكة إلا من تيار ديني معين. طبعا هذا نقص. ونفس الشيء في السويد صح. ونفس الشيء في الدول. معناته ليس هناك مساواة بطبيعة الحال. يعني مو كل الناس عايزة تصير ملك أو ملكة يعني. بس ما يقولون أنه لازم يكون مؤمن. أيوة لا بس يعني ملكة بريطانيا هي رئيس الكنيسة. هاي بريطانيا هذول خاص لهم. أيوة هنا مشكلة. الحاصل بس احنا حنتكلم عن الإسلام. بس أنا حبيت أوضح لك هاي النقطة علشان ما يتهموناش المشاهدين إنه والله احنا فقط بندق على الإسلام. فهمت علي؟ صح. يعني احنا كمان بنحاول نكون يعني امينين انه والله العور كله عور بعينه. احنا يقولون عندنا هيك العور كله عور كله عور عينه. وانت تعرف انا ما يحبنيش حد، لا مسيحي ولا يهودي ولا مسلم. عجيب. ليش؟ ونحمد الله على هذا. أنا أظن كثيرين يحبوك وبس يحبوك أنت، بس ما متفقين وياك في بعض الأمور. هذا شيء آخر. يعني نحن نحب الجميع، لكن ما معنى هذا أنه كل ما يقولون نحن نسلم به. لا طبعا سلام. كلامك سليم. لو انك ما بتريدني ما ظهرت بقناتي بالفعل. لا اكيد وانت ابن حلال. انا عندي كثيرين ما انا بوحدي، لكن كثيرين هون اللي يتكلم عن هالامور هذه. يعني نحبك ونحترمك كثير. طبعا بنقول انه يعني في عنده شويه انه بعض المشاكل كلنا بعثنا للمصحه العقليه. أقولها بس مع ذلك قلت إن إحنا نحبه. هو صحيح. تعرف أنا اشتركت في مؤتمر بالفيديو كونفرنس. في مسلمين كانوا قاعدين منهم يعني واحد وكيل وزير الأوقاف وكان مستشار في الأزهر ومثل هيك. وصار يقول لي كلام الله. قلت له أنا لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور، وكل من يقول عكس ذلك مكانه الطبيعي مصحة الأمراض العقلية. قال لي يعني وديتنا كلنا مستشفى المجانين. فأنا قلت له مو بإيدي يا أخي، أنا مو بإيدي، بس أنا يعني ما بحب أكذب عليك. أقولها دائما هذه، أقول أنا بحكي عنها نحكي أقول كل شيء، بس هو طبعا كان بعثنا كلنا المستشفى الأمراض. لا أنت تعرف أبونا أنا بعثت كتابي الأخطاء اللغوية لواحد مترجم يعني صنعته الترجمة الفرنسية بتري. قلت له اقرأ إذا كنت فهمته معناته الكل حيفهمه. إزاي تفهم الأخطاء اللغوية بالقرآن لو واحد ما بفهم عربي؟ صعب. فبعثته لصديقي هذا المترجم. قلت له اقرأ وإذا أنت فهمته معناته الكل حيفهمه. قرأ قال لي ممتاز كله مقروء، بس مقروء فقط أنا عندي ملاحظة إلى عندك. قلت له ما هي ملاحظتك؟ قال لي هاي مشكلة. طيب لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور، هاي مسامحينك فيها. لكن الباء الثاني لا ما ينفع. الجزء الثاني يقول عكس ذلك. ايوه وهذا الجزء مكانه الطبيعي مصحة الأمراض العقلية. قلت له وايش اللي يغيظك؟ كل المشكلة انه عددهم كبير، وين تحطهم؟
هذه مصحة عقلية تصحهم. هاي معناته 80-90% من الناس لازم يكونوا بالمصحات. لا أنا ما بقول يبقى من يبقى لعت لك. الشرق الأوسط عزيزي هو مصحة أمراض عقلية، بلا حيطان، بلا جدران، بلا أطباء، بلا شفاء، بلا أمل في الشفاء أخي. بلا علاج. والبرهان على كلامك إيه؟ سنة يمكن 69-70 كان كنت في كركوك بعد أنا، مدينة كركوك مدينتي الأصلية المولود فيها. كان الإدارة المحلية بالمحافظة بعثوا ورايا قالوا يريدك المدير شو اسمه العام إدارة المحلية اسمه. رحت وقال لي نحن عندنا مشكلة، عندنا معمل جص فني هاي سنتين صار له كان ما كمل بقى، وجاء هو إيطالي المعمل هذا، فبوقتها خبير الإيطالي جاء وعملوا وخلوا للنص، وبعدين هذا الخبير الإيطالي اتفق ويا المقاول وسرقوا الفلوس واثنيناتهم طلعوا هربوا راحوا. فنحن بقى هيك هالمعمل، هلا وطلبنا كتابكم، بعثونا هلا واحد مهندس انه حتى يكملوا، بس هذا المسكين ما يعرف الا ايطالي، ما يعرف انجليزي، ما كيف يفهم انجليزي. فسمعنا انت تعرف ايطالي، اذا ممكن تساعدنا تجي ترجمه. قلت ما يخاف معه. رحتوا قعدنا هونك، يعني لما قالوا لي تجي بكره الصبح الساعه 8 كنت رحت يوم الثاني. قعدتوا هسه يجي جه واحد هيك قصيراني، جاء دخل سلم، كان قاعدين جماعه كثيرين عنده، سلم جاء علي وانا سلمت عليه بالايطالي، وقال finalmente uno che mi capisce. finalmente uno che mi capisce. قلت له اوكي. وبعدين ما طول قعدنا وقدموا مع ايش، وقعد جنبي قال لي ma voi come vivete qui? Perché è un grande manicomio questo, è un grande manicomio. così lo vede. Sì, è un grande manicomio. come vivete qui? ايوه. فانت ترجم بالعربي ولا انا اترجم؟ ايوه ترجم انت. ايوه هذا لا انت ترجم بعدين لا غش. قال لي لما حكى قال لي انتم كيف عايشين هون؟ قلت له ليش؟ قال هذا يظهر انه مستشفى امراض عقليه كبير المكان هذا. قلت له ليش بعدين؟ قال لي هيك انا اقول لهم اعطوني 2 جماعه يفتهمون شويه بالميكانيكا، وهذه يجون معايا شباب انا اشوف لهم كل شيء، جيب عده فلان عده نريد، نروح هناك انا اقول لهم اشوف لهم واكمل الامور هذه الموجوده، وانا جايب معاه لان كان عندهم اتصالات، جايب الامور الناقصه لان كان سرقوها بعض ما بقى هيك المعمل كان معمل خارج المدينه، ففي قرى قريبه، فكان جو جماعه سرقوا ساعات وقضايا والمقاييس وبعض الامور من المعمل. فقال انا جايبه هذه بس يعطوني 2 يفتهمون شويه هذه الشباب، انا قدامهم كل شيء يعملوا، وبعدين اختبر يعني اجربه قدامهم واعلمهم شلون يكون وشنو العطلات الاكثر يعني شائعه، وهذه كل شيء اعلمهم اياه واسلمه حتى نروح انا، لانه انا قال هاي كم يوم انا هون، يوميتي يوميه ذاك الوقت $1000. قال انا يوميتي تكلفهم $1000. ايوه ايضا لهم انا ليش باقي هوني ابقى هيك يوميه وهذه ما يفتهموني، اقول لهم هيك ما يفتهموني. وبعدين قال قل لهم من انا اشتغل ما اريد يجي لي مسؤول من هون وهناك ما يفتهم شيء بالقضايا، اشكى تعمل وين وصلت، فانا ما اعطي تقرير لكل هاي، ما خلوني بس اشتغل انا 2 يكونوا معي اعلمهم كل شيء وحتى اروح انا، هم يستفيدون، ليش يعطوني $1000 وبعدين انا ما كاد اطيق اعيشوني، ما اقدر اعيش ابقى هوني مده طويله. هي هاي كانت ايوه الحاصله. بس من اجل كلام يعني بالتمام. جميل جدا. يعني هو اكد كلامي انه فعلا نحن في مصحه امراض عقليه. على فكره في واحد صديق راح زار القدس، راح مدينه القدس، اكتشف انه
هي المكان اللي أكثر كثافة في عدد المجانين بالمتر المربع في العالم. وين في القدس. قدس. أكبر نسبة مجانين بالمتر المربع في العالم هي مدينة القدس. غريب. ولهيك هم مش عارفين يتفاهموا. هو العقال مش عارفين يتفاهموا بين بعضهم، كيف يتفاهم بين المجانين؟ فهناك نقطة بتقول إنه مشكلة الديانات إنها في زمن الأنبياء ما كان هناك مصحة أمراض عقلية. وإلا كان حطوا مستشفى. هذه قوية أستاذ، قوية. هاي قوية. بس حقيقة أنت تروح القدس تقول هذا الشعب مو سليم. يعني هم يقولوا لك اليهود من أذكى الناس، والمسلمين كل نحن خير أمة. لا لكن روح أنو أذكى ناس ومين خير أمة. ده هدول أعطى الأمة وجدت على وجه الأرض. الجهتين مو واحدة، الجهتين على رأيي. يعني لأنه يا أخي مو معقول المشكلة تدوم. أنا يقولوا لي عندك حل كيف للمشكلة الشرق الأوسط؟ قلت له 7 دقائق أحل ب7 دقائق. قالوا لي 70 سنة أنت تحل ب7 دقائق. قلت له أنا بحل ب7 دقائق. قال لي كيف؟ قلت له اعملوا قانون كل مساواة بين الجميع. قال حيرفضوا. قلت له معناته ما بدهم حل. ما بدهم مبدأ المساواة، وكل من يخالف عقوبة. انتهى. أيوة. لا بس هم ما يقبلوا مبدأ المساواة. هذاك يقول نعم اليهود ما يقبلوا، لا اليهود ولا المسلمين. لا هدول ولا هدول. غريب. ما هي إسرائيل بسموها دولة يهودية فحقوق لليهود. يعني هذا معناه أنه يمكن ما يعتبرون أنفسهم بشر. لا هم يعتبروا حالهم بشر والآخرين غير بشر، والآخرين حيوان عبيد. لا بس هذه ترى اثنيناتهم، يعني معناه ما يعتبر يعني في قرارة أنفسهم، أنفسهم إذا هم بشر كيف يقولوا هيك؟ نحن بشر نعيش سوية، ايش علي منك انت دينك شو فلان شيء. نحن استاذ سامي بالستينات، خمسينات والستينات كنا عايشين هيك، حتى سبعينات، يعني القسم الاول من السبعينات بالعراق، يعني ما كنا نميز، خاصه بالمدن، يعني بالقرى ما اعرف الارياف، اما بالمدن خاصه المدن الكبيره مثل كركوك بغداد غيرها ما كان في تفرقه، يعني ما نفرق. عندنا اصدقاء مسلمين حلوين زينين ونعيش معاهم، نروح بيتهم يجون بيتنا نتزاور نقعد نحكي، وابد ما نعمل شيء، ما يعني ما نفرق في اي شيء. بس بعدين ما اعرف، هاي اتذكر انا كنت سنه لما صارت الثورة الإسلامية الإيرانية. فكنت ذاك الوقت بالعسكرية، وعلى فكرة أنه لأول مرة في تاريخ العراق القسس يخدمون العسكرية. كان نحن كنا وجبتنا 10 كنا 10 قسس بالعراق من طوائف مختلفة، لأنه ألغي النظام قانون خدمة العلم يسموه، كان ألغتها ثورة 69 البعثية اللي جت، ألغت القانون، قالت جميع العراقيين ملزمين بأداء الخدمة العسكرية بغض النظر عن رجل دين. فهي طبعا بعدين كان يقولوا هم إلنا، كان يبرروها يقولوا نحن من أجل جماعتنا المسلمين، لأنه كل واحد يجيب لنا ورقة من ما أعرف مدرسة الفلانية بالنجف بكربلاء شيخ الفلاني أنه هذا رجل دين ونحن لازم نعفيه من العسكرية، فمن خدمة عسكرية. فهذا طبعا ما صحيح، فلذلك نحن قلنا تكون مساواة جميع، فنحن أيضا شملتنا رحنا. فأنا كنت ذاك الوقت في العسكرية لما صارت الثورة، وكنت أشتغل، يعني كان حطوني بعد التدريبات وما تدريب هذه، حطوني في مكتب حسابات وتدقيق حسابات الفرقة الثانية نسميها، كان في كركوك، وكنت في غرفة معي 2 نواب ضباط نسميه نحن، وانا جندي بسيط كنت، بس يعني كان يحترم لان يعرفوني الهالة العلمية اللي كان عندي. المهم، فاتذكر من صارت الثورة الإسلامية وخميني فلان وقال إسلامية وإسلامية، حكينا كنا نحكي هيك، واحد من 2 كان اسمه محمد من الضباط، من نواب الضباط،
وكنا نحكي بالتركماني، هناك بكركوك اكثريه تركمان كنا نحكي قبل، بالعربي تركمانيين كانوا اثنيناتهم. فنحكي قلت زين كي صارت اسلاميه، قال ايه حز راسه وقال ابونا هذه هي سوء حظ للاسلام، سوء حظ، هذه راح تصير سوء طالع اسلام طالع سندانده. قال هذه من سوء طالع الاسلام، هاي ثوره هاي صارت، شوف راح تسوي بينا هاي. وبالفعل هيك عجيب، انا تعجبت، مسلم هو وهذيك يحكي هيك، وطلعت انه يعني فكنت تشوف يعني فيهم ايضا كثيرين يعني يشعرون بهالشيء هذا. وبعدين بتركيا لما كنت انا في طريقي الى امريكا سنه 92 كان ردت بعد ما طلعت فيزا للامريكا، وهذه نروح لامريكا، فكنت اريد بطاقه سفر. فواحد كان في صديق يعرفه قال انا عندي صديق عنده مكتب سفر تقدر تروح هذه، وهو نفسه ايضا ياخذ لكم فيزا للطريق، يعني اذا كان في هناك شو يسموها تبقى ليله ما ليله، قال بالفرانكفورت بعدين حتى هو يشوفكم فيزا من المانيا ايضا حتى. فرحت عنده قعدنا وهذه نحكي وهيك، فقال لي انتم عراق هيك صار بيكم هاي؟ قلت ايه نعم هاي. قال لي تعرف نحن ايضا بدت عندنا بوادر هالتعصبات الدينيه، والدين يريد يسيطر هوني، ونحن خايفين كثير من هالشيء هذا. وبالفعل شوف تركيا ايضا يعني كثير بها تطرف ديني، والدين يريدون يرجعون الشيء اللي كان قبل اتاتورك. ايوه فهذه يعني في كثير من المسلمين ايضا مساكين هم يعني خوش ناس، يعني ناس فاهمين ومطلعين ومتنورين، بس شو يعملوا؟ مشكله، هاي مشكله كبيره حقيقه. الدين من واحد يعني يتخفى وراء جلباب الدين، صعب الامور، خاصه الدين اللي يكون شمولي وما يقبل اي واحد ويعترف او يسلم بانه من اجل ان مبادئ الدينيه يحافظ عليها ممكن عنده حق انه يستعمل العنف. فهون تكون الخطوره كبيره جدا. صح. ايوه هي هاي. كلامك سليم، كلامك سليم. انا كمان عندي اغلبيه اصدقائي على الفيسبوك واللي يكتبوا لي هم مسلمين وطيبين جدا، علي ما عندي مشكله معاهم. هي المشكله مع المتدينين اللي هذول اللي خراب بيت والازهر والمشاكل هذول الحاصل. ما لن ندخل مطلع. يعني هذه الفكره الاسلاميه لحقوق الانسان لها عواقب في مجال الحقوق السياسيه. يعني مثلا تعرف ان من مبادئ الاسلام انه هناك حزب الله وحزب الشيطان. فهمت علي؟ فانت مش ممكن تكون حزب مخالف للمبادئ الاسلاميه والا تصير حزب الشيطان. ابن تيميه مثلا يقول مسموح تعمل احزاب سياسيه لا تاخذ الدين قاعده لها. يقول بمنع ابن تيميه بمنع نشوء احزاب سياسيه لا تاخذ الدين قاعده لها، وهذه الخلفيه سبب لعدم نشوء ثقافه وممارسه سياسيه تقبل بتعدد الاحزاب بصوره ديمقراطيه في العالم العربي والاسلامي. وهناك مشروع دستور اسلامي وضعه الازهر ومشروع اخر لحزب التحرير، وكل منهم يرفض وجود حزب غير اسلامي. غريب. هنا المشكله. يعني دولة دينية يعني. تمام. وانا نشرت النصوص. انت عاملين دساتير في حال ان شأن دولة اسلامية اكثر من الموجود. يعني يقول لك احنا لن نسمح بحزب اللي غير مبني على مبادئ اسلاميه. بعدين هناك موضوع حقوق المراه. تعرف القرآن لا يساوي بين الرجل والمراه في موضوع الزواج، في موضوع الميراث، في موضوع الشهاده، وحتى في موضوع العقوبات.
والدية أردية المرأة تساوي دية نصف دية الرجل. عجيب. أيوة. بعدين في موضوع مجال الحرية الدينية، تحب تصير مسلم أهلا وسهلا بيك، بس إنك تترك الإسلام ما يصير. هذه إحدى المشاكل، الحرية دي مع عواقبها. يعني أنا عملت نقاش مع هذا المسؤول تاع الأزهر، هذا يقول لك لا إحنا ما هو هذا حد الردة مخالف للإسلام. قلت له والله خير كويس، روح احذف القانون اللي عمله وزراء العدل العرب اللي يقول اللي يغير دينه يقتل، واحذف كل القوانين الإسلامية في الدول العربية والإسلامية تقول المسلم اللي يترك دينه يفصل عن زوجته، يؤخذ أطفاله ويفتح ميراثه كأنه ميت. أقل شيء عملوا قانون هيك. هسه لو يطبقوا الناس ما يطبقوا، عملوا قانون واش علموا الناس، ربوا الناس على هالعقلية، يواش الناس راح يتعودون. لكن هم ما ياخذون الخطوه هذه، بس يقولوا بعد ما واحد يجادل معهم يقول لا مو نحن ما هي ما من الاسلام، هذه ما اذا ما من الاسلام تقولوها ليش تاخذون القوانين المعاكسه لها؟ بالعكس حطوا قوانين اللي تثبت هالامور هذه، وحاولوا انه تطبق هالقوانين، نفذوها. تمام. وانا قلت له طيب هو القانون موجود في موقع الجامعة العربية اللي وافق عليه كل وزراء العدل العربي، اللي بيقول قتل المرتد وقطع يد السارق كل هذا. قال لي لا هذا ملهوش قيمة. طب لا كيف تحطوا اللي عاد في الجامعة العربية؟ لا ليش قبلتوه؟ لا عاد شو عاملينه؟ طب ما دام انه لا قيمة لها احذفها. وانا ترجمت على الفرنسي تعرف الحاصل. وتعرف حتى مثلا في مصر مثال هناك قانونين، قانون للمساجد وقانون لأماكن العبادة الأخرى، ليس قانون واحد. طبعا نعم. وعام 2012 و2013 تم نشر كتاب للشيخ تاع الأزهر الأكبر اللي كان صادر بالقرن الثامن عشر، يقول هدم كل كنائس القاهرة. الكتاب صدر عن شيخ بالقرن الثامن عشر، تم إعادة نشره في مصر بطبعتين، ويقول الكلام هذا. طيب وما يصدر كتاب عن في إسلاميات في مصر إلا بموافقة الأزهر. صح. فكيف تعمل لي قوانين مثل هيك؟ قال لي لا قلت له طب انت ليش تنشره؟ ليش بتنشره؟ او حتى ولا تعليق عليه. وما بيمر شهر الا هناك تعدي على كنائس في مصر. صح. ما يمرش اسبوع. شيء غريب. نعم. شيء غريب. نعم. طيب وبعدين هناك مشكلة الأقليات الدينية. لن ندخل في مشاكل الأقليات الدينية، إنه هذول والله يعني هم مواطنين فقط على الورق. هم لا يعتبرون مواطنين بحقوق متساوية. بيقول لك لا هناك وثيقة المدينة. طب ما هو القرآن خالف وثيقة المدينة، وجيب لي ورقة وثيقة المدينة واعمل لي قانون موحد. كم مسيحي موجود بالمدينة من 14 قرن هسه؟ كم مسيحي؟ وانا داري عنهم كم. وكان في يهود، لنفرض انه كانت هذه الوثيقة، لنفرض انها كانت موجودة. لنفرض وين لكن بعد ما دخل تنفيذ القرآن آية السيف وآية الجزية صار اللي صار. طب احذفهم إذا الآية اللي تقول أو قولوا هذه الآية لا تفعل ونخليها في القرآن، بس نخليها للزيني ما بالارشيف، نخليها قسم بالارشيف. وهناك مجال العقوبات الجسدية وسلامة الجسد. صحيح مش كل دول العربية بتنفذ عقوبة العين بالعين والسن بالسن وقطع يد السارق، لكن في دول عادت لهذه القانون مثل إيران، مثل باكستان. وبعدين مجلس وزراء العدل العرب وافق على قانون بيقول العين بالعين والسن بالسن. بيقول نفس على مشكلة
هذه مشاكل العقوبات. هناك موضوع الرق العبودية. تعرف أنه السعودية كان من آخر الدول اللي حذفت اللي حرمت الرق على أرضها، ولكن لحد اليوم هناك ناس يدافعوا عن الرق ويطالبوا بعودة الرق. وهناك أستاذ جامعي كان يعلم في قطر، هو كان مصري وخريج السوربون، عمل كتاب القوانين التي يجب أن تحكم الجيوش الإسلامية. مشروع. قال إنه كل وثائق جنيف بخصوص الحرب هذا لا قيمة لها، احنا لازم نرجع لقوانين الإسلام، وداخله موجود الرق والسبي والغنائم. نعم. وهذا كان يشتغل في الأزهر صاحبنا، وعيد طبعته مرتين، مرة في قطر ومرة في مصر، وما بيصدر كتاب في مصر عن الإسلام إلا إذا كان الأزهر موافق عليه. وحال ما وصلت داعش للحكم طبقت الكلام ده، طبقت. نعم طبقت هذه القوانين. شوف ايش صار بالموصل. مدينة الموصل يمكن تعرف أستاذ سامي، هاي 2000 سنة ما خلت من المسيحيين، كانت مركز مهم للمسيحيين، كل الطوائف، أنواع الطوائف. لكن هل هسه بالقرن ال21، شوف هذا الخزي الكبير، قرن ال21 تجي داعش وتفرغها من المسيحيين. ايوه هذه يعني في قرن ال21. 2000 سنة. تعرف موضوع أيضا التماثيل الشريعة الإسلامية ضد التماثيل، لكن مثلا تماثيل بوذا بقيت هناك قرابة 1500 سنة. لما اجى الطالبان قالوا شو بيعملوا هذول التماثيل هون، لازم ندمرهم. وتعرف شو اللي عملوا اليونسكو؟ قالوا ما يصير ندمر هذول من تراث البشرية. بعثوا لهم لجنة يترأسها القرضاوي فبعثوه يقنعهم والله لا تدمروا هاي التماثيل، وداخل كتابه مكتوب لازم تدمير التماثيل. هو كتب كتاب بتدمير. وتعرف ان اخوان المسلمين لما وصلوا للحكم في مصر قالوا على التلفزيون اللي دمر التماثيل هم الاخوان المسلمين المصريين. صح. لانه قالوا هذول القرضاوي يمكن قال لهم انتم دمروها ما عليكم. راح نقول انه قلناهم لا تدمروها، بس هي تعرف يعني ظروف، لان هيك يعملون انه ناس شويه وما يفتهموا كثير وما اعرف ايش. تمام. لكن هيك عملوا دائما. كان يعمل ان احنا يسكتونا بهيش، كان يقولون لا هالقانون مو لكم، لكن لانه جماعتنا يعني المسلمين، هاي خطه كان من الحزب البعث ايضا دائما كان يستعملها معنا. نحن كنا نعرف بس ما نقدر نحكي ايش نعمل، يعني نتحمل. لا نحن هاي مو لكم، الملالي عندنا هذه كانت تتخذ يعني قرارات انه تحدد من حقوق المسيحيين. قلنا لا هاي ما لكم، هاي جماعتنا هاي بسببهم، لانه حتى لا يقولون نحن متحيزين للمسيحيين وهي غيرها. فيعني في عندها الطرق الملتويه يعني يستعملوها. ايوه. وتعرف لما جو الاخوان المسلمين للحكم في مصر، جاء واحد منهم هذول جاء على التلفزيون قال يجب هدم ابو الهول والاهرامات. قالوا له انت مخبل ولا كيف؟ مخبل، هذول اثار وبجونا السواح. قال شو قانون الله هم من السواح؟ طيب عزيزي، طب ما احنا ما كناش مسلمين 1400 سنه؟ ايه الاهرام؟ قال احنا ما كانش عندنا امكانيه ندمرها، وهلا نحط ديناميت بنطيرها. قال له بس على اي اساس انت بتعتمد؟ تعرف شو قال لهم؟ نعتمد على كتابات القرضاوي. وقالها بصراحه. القرضاوي اللي يعتبر نفسه انه وسطي من وسطيه الوسطيه. عن وسطيه. ايوه قالها في التلفزيون الحكومي المصري، ولا وقفوا ولا على بالك. فهمت علي؟ فيعني هاي كل هالمشاكل هاي عواقب انك لما تبني دولة دينية وتضع لي في الدستور الاسلام دين الدولة، بدل من تعمل دولة مواطنة تهتم بجميع المواطنين. طيب هذه المشاكل
مو فقط تخلق مشاكل للمسيحيين لكن أيضا للمسلمين المتنورين. صحيح طبعا. يعني مثلا واحد شيخ أزهري طلع لنا يوم بالجريدة يقول لك إنه والله هذا السيسي لازم يجمع كل الملحدين بساحة التحرير، كل الملحدين، ويخيرهم يا بين الإسلام يا يقطع رؤوسهم. غريب. يقول لهم هيك. وهذا الأزهر ما احتج على كلامه والحكومة ما وقفته. هذا معناته حث على الجريمة، حث على الجريمة، ونشرتها الجرائد وهذا، وقالوا له شو هذا؟ قال ايه هذول الملحدين ما لهم مش مكان. وتعرف الازهر اصدر كتاب هيك عن البهائيين، فتاوى الازهر، وما زال ينشر في مصر. يقول لك ايه البهائيون يجب ان تمسحهم عن وجه الارض. يقول هيك بالحرف الواحد. يجب أن تمسح البهائيين عن وجه الأرض. ليه؟ لأنه بيقول لهم عندهم نبي، وإحنا عندنا يقول آخر الأنبياء ومحمد، فهذا مخالف لمبادئنا. فهمت علي؟ أنت تعرف النكتة أحكيها دائما بعدين نخلص هنا، بعدين نشوف الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا أنا رحت القطر وعزموني 3 أساتذة، واحد مصري، واحد سوري، وواحد قطري، عزموني على عشاء. طيب حلو. رحنا هناك. القطري كان حباب جدا فعلا، وكان عميد كلية القانون والشريعة، حباب جدا. وهذا المصري أول ما دخلنا القاعة ناكل يعني، والقاعة مفتوحة يعني مو مغلقة، يقرص فوق راسي مشان يسويني مسلم. لازم يسويني مسلم. قال لي احنا ديانتنا ده دين متسامح لا اكراه بالدين، والولايات المتحده اخذت من مبادئنا. شو رايك سامي ليش ما بتصير مسلم؟ قلت له انا عندي مشكله بالنبوه. قال لي شو يعني؟ قلت له انا بعتبر حالي نبي. حكيت له الكلام هذا الجن. قال لي نحن نرفع السيف على كل من يدعي النبوه بعد محمد. قلت له على مهلك استاذي، قبل دقيقتين كنت له دين التسامح، هلا جاي تقطع لي راسي؟ ما مرت 5 دقائق ولا غيرت رايك؟ هذا مثل العفو الشعراوي اللي قلت هذاك اليوم، حكيت عنه انه نعفيهم ونقطع راسهم. ايوه. قال لي لا بس ما يصير. قلت له بس انت ما تزعل، انت كمان نبي. قال لا 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 انا شو نبي؟ لا انت شو نبي؟ استاذ الشريعه الاسلاميه بيقول له هدي على روحك. هذا كان مصري الاستاذ، استاذ قانون. قال لي هدي يا سيدي، اذا سامي معجبه يكون نبي انت زعلان ليه؟ انت دافع له فلوس ودافع له فلوس وعايش على ظهرك؟ لا هو معجبه يكون نبي، يطلب منك معاش. ما اخذ عندك معاش. قال لا ما يصير. قلت له بس انت بتدعوني للاسلام بتقول لي دين تسامح وفجاه بدك تقطع راسي. ايه المخالفه هاي الفظيعه؟ اذا تسامح بقطع راس، لكن اذا ما متسامح انا عندنا مجال احكي لك نكته في الدقيقتين. يلا تفضل. يقول واحد صديقنا كان اشتغل بالسعوديه بوقتها، يعني هسه السعوديه يعني بيها تطورات حقيقه تصير، وعندنا امل انه تصير بها هذه. ف يقول كان في طبعا عمال من كل الدول الاسيويه خاصه هنود. يقول كان في 2 هنود شباب يشتغلون هناك، شافوا هذول بانه المسلمين طبعا كل الاسلام، وشافوا انه اغنياء مثلا اللي كانوا يشتغلون معهم شيوخ وغير شيوخ اغنياء كثير وهذه. فقاموا قالوا بعضهم بعض ليش ما نصير مسلمين نحن حتى نكون اغنياء ايضا ونتزوج وهذه فلانه هاي. قالوا ايه. فقالوا شو نسوي؟ حكوا مع واحد صديقهم بالشغل مسلم، قالوا نحن نريد نصير مسلمين. قال ايه مالي حلو، بس راح لازم اخذكم شو اسمه الى واحد شيخ قاضي انه حتى هو يقول لكم شنو الشروط وفلان هذه. قالوا ايه ما يخالف. راحوا عند القاضي، قال لهم قاضي انتم مختونين؟ قال ابعثكم هسه تروحون يختنوكم. شو يختنونا؟ قال يلا واحد باوع على قال يلا شو نسوي نتحمل هذه. راحوا ختنوه. بعد سنة
شاف انه مثل نحن بالعراق نقول لا هل الطاسه لا الحمام ولا لا الطاسه، ما في لا شيء، وهاي بالعكس نفس الوضع، نفس الطاس ونفس الحمام. ايوه. فما تغير شيء، فندموا يعني، قالوا لا نحن اسفوا يعني نحن نرجع. قالوا له هذا الصديق نحن نريد نرجع على ديننا السابق، ما اعرف ايش كانوا، هندوس وما هندوس بوذيين. قال بس لازم القاضي يشوف، انا ما اقدر اعمل لكم شيء. قال ايه ديله، راحوا عند القاضي. القاضي قال قال نحن هيك يا باشا يا فلان، سيدنا نريد نرجع، ما نشوف انه ما هذه ما ايش. قال ايه ما يخالف. قال لازم ادسكم بس عند السياف. قال ليش؟ حتى يقطع راسكم لانه ترتدون عن الاسلام. واحد قال له لا يا هاي شلون دين هذا؟ لما واحد يدخل به يقطعوه من تحت، ولما يطلع منه يقطعوه من فوق. لما يدخل يقطعوه فلان شيء، ولما يطلع يقطعون رقبته. هاي شلون دين هذا؟ صحيح 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 صحيح. هذه مشكلة. أبونا أنا حنتوقف هون لأنه هاي مر علينا ساعة. الحلقة الثانية القادمة إن شاء الله حنقول طيب كيف نخرج من هذه المطبة، كيف نخرج من هذه المطبة، شو بفكر المسلمين، شو المشاكل. احنا شفنا المشاكل الموجودة، طب كيف نخلص من هاي الأمر، شو الحل؟ لأن كنا عايزين نحكي عن الحل الآن، لكن احنا على كل شفنا عواقب الدولة الدينية، وما يعني ما تحيزنا. أنا قلت وثيقة حقوق الإنسان ليس وثيقة كاملة، يعني لازم لها تكميل، لكن برضو هذا الموجود، ولكن الوثيقة الإسلامية لحقوق الإنسان أسفت وأسفت. أبونا أنا شاكر إنك وجودك معي، وبشرب مجددا على صحتك. ففي الخبر ألف عافية وبصحة والعافية. أنا أيضا أشكرك كثير على سعة صدرك وعلى أنه تنازلك وحكيك هيك وإعطاء هالوقت هذا وهالجهد هذا. أشكرك جدا، أشكرك. شكرا. على كل أنا كل كتبي متوفرة على موقعي مجانا. فيعني انت ممكن انا نزلت وحتى كمان كتب الاب جوزيف أزي وضعتها مجانا. واحد كتب لي تعليق قال لي نشكرك انك وضعت كتب الاب أزي، لانه هي لو اشتريها كلها بكلفني $3000. كلها الاب أزي تبرع فيها لصالح قرائي، وضعتهم. يعني انا شديت عليه بس بعث لي الاذن كتابة انه حق لك تنشر كتبي مجانا، وما بيحصلني منهم ولا مليم. يعني ما تقولوا اني انا والله بتاجر، لا انا تاجر. صح. هي كلها مجانا. جميل، بارك الله فيك. لوجه الله وخدمة جزاك الله خيرا. مثل ما تسلم ابونا، واعذرني انك حطيتك بمستشفى الامراض العقليه، بس مو بايدي. مو بايدي. وابونا ما تزعل ان حطيتك بمستشفى الامراض. تعرف ليش؟ لانه الغالبيه هيك. ايوه الغالبيه هيك. طبعا، لان المثل يقول الحشر مع الناس يعيدون. ايوه، احنا يقولوا عندنا حط راسك بين التيوس وقول يا قطاع الروس. احنا يقولوا عندنا بالفلاحي هيك احنا يقولوا عندنا بالفلاحي بلد العوران عور عينك. وعندنا مثل اخر يقول ان انجن اهل بلدك شو نفعك عقلك. صحيح، كلهم مجانين. يعني انا لما بضعك بمستشفى المجانين، يعني هي مزيه لك. انت لو تصور حالك بين المجانين وتقعد تحكي كلام عاقل ما بتخلص. افضل خليك معهم. معهم. وانا ما بطلع بدي اكذب عليك. اشكرك. فانا اعطيتك العنوان الصحيح يعني. أيوة. اسلم عنوان هو هذاك. شكرا. مو بايدي، قلبي طيب. مثل العفو اللي كان شعراوي.
طيب أبونا، بتمنى لك ليلة سعيدة، وشكرا لكل المتابعين، واشتركوا في قناتي، وهذا الشريط حيوضع أيضا على قناة أبونا دانيال شمعون علشان تستفيدوا، وحطوا وزعوا هذه الكتب تاعوني وهذه الأشرطة على جميع أصدقائكم، فالدال على الخير كفاعله. آمين. ليلة سعيدة أبونا. ليلة سعيدة، شكرا. سلامة.